جدا ونقعد نضحك كلنا بصراحه ونستمتع بيه جدا. لكن النهارده فوجئنا ان كابتن بيومي فؤاد اللي هو كابتن انوش اللي احنا بنتابعه بقالنا اهو اسبوعين بيتكلم في الكوره وبيحلل الاهلي. يا كابتن انوش ولا كابتن بيومي نقول ايه؟ اللي تشوفه والله العظيم انا اتسحبت زي اقول زي ايه، خدوني من المدرجات فشادي محمد وسمير كمونه حبايبي، فانا تخيلت ان هيقولوا لي يعني ايه اللي هو يستضيفوني كل سنه وانتم طيب وانتم طيبين وايه رايك في الماتش؟ ما اعرفش ان ده تحليل وانه على الهوا وحاجات كتير كده. بقول لك ايه، انت متصدر السوشيال ميديا دلوقتي. يعني انا فاتح النبي يا كريم، انت بما انك راجل زملكاوي محترم النبي يا كريم كل الناس كلها محدش يقدر يشتمك، احنا بنحبك جدا، احنا انا ما بنحبك اقدرش جدا. اشتم الزمالك، بيقولوا لي ان انا بشتم الزمالك. انت بس طلعت مره انا حبايبي جدا الكابتن اسماعيل يوسف كنا بنحج مع بعض، ايوه كابتن هاني زاده واستاذ مستشار وامير مرتضى صاحبي جدا واحمد مرتضى المتر صاحبي جدا والزملكاويه اللعيبه الكبار الجمال. انا ما اقدرش اعمل حاجه زي كده يا جدعان، ده هم ناديين في مصر والله العظيم اقسم بالله. بس انا اقسم بربي انا بقول الكلام ده مش عشان اكسر جمهوري، انا بقول الكلام ده عشان ما حدش ينام وهو زعلان بيوم فؤاد. لا خالص يا ربي، وانا قلتها قبل كده وعملت فيديو قبل كده. انا بعمل دلوقتي دور رئيس رابطه مشجعي النادي الاهلي. لو جالي دور رئيس رابطه مشجعي نادي المنصوره هعمله لو حلو الورق حلو يعني. ايوه لا معلش في ناس عن كوني اهلاوي اكيد لا كل واحد بيحترم انتمائه ومفيش مشكله. ودايما الممثل شويه ممكن بيبقى يعني ايه، ان في ناس بتبقى بتصدق الدور قوي فبتتعصب شويه وتحس ان انت بتبقى ضد الزمالك او كده. لكن احنا مستمتعين بيك. بس قولي ايه الكلام في التحليل ده؟ يعني قعدت اتفرج كده، لا بتتكلم في الكوره برضه كويس. انا قلت اغلس على سمير كمونه واتكلم الكلمتين قبله لان كنت لسه انا وهو بنتناقش في الكلام ده، فخدت منه كلمتين من الكوره كده ورحت داخل بسرعه رحت قايلهم. واخد بالك اللي هو يعني الفريق الثاني منتشر والكلام اللي ايه اللطيف دوت، فحتى هو ابتسم كده اللي هو يا ابن القرود. انت قلت الكلام ده لسه كنت هقوله. طب ايه رايك في الماتش بقى؟ ادينا واحده في الاذاعه بقى، حته تحليل في الاذاعه. لا طبعا يعني ربنا ينصرنا يا رب ووفقنا في البعض هناك يعني. بس الحقيقه الفرقه اللي قدامنا فعلا مش قويه. ما اعرفش طبعا راي الكباتن الكبار اللي عندك وانا بمس عليهم، كابتن وليد ومين تاني اللي كابتن سامي الشيشيني. اهلا ازيك يا حاج؟ يا حبيبي يا ريس، عامل ايه؟ كابتن الحمد لله يا كابتن وليد. لقيت المدام ولا لسه؟ قابلنا في الحج كانت تايهه منه. كانت تايهه مني بدور عليها في الحج. الحقيقه ما كنتش بدور قوي يعني. كنت بدور نص يعني. طب استمتعت النهارده وانت بتتفرج ولا حاسس ان الاهلي كان ممكن يقدم مباراه احسن من كده؟ استمتاعي جاي من نوع تاني خالص. استمتاعي جاي ان محمد حميده صديقي كلمني في تليفون وانا النهارده 3 والله العظيم راجع الساعه 3 وشويه من الاردن. ايوه كنت في الاردن ورجعت من المطار لقيته بيكلمني بيقول لي ايه رايك؟ انا معايا تيكت للمقصوره والكلام ده. قلت له يلا بينا. حلو حلو. فين من زمان فين؟ اخر حاجه شفتها تقريبا البطوله العربيه بتاعت النادي الاهلي. في الاستاد. انا كنت بتتفرج بتاعت كابتن وليد بقى زمان. كابتن وليد وكابتن هادي خشب وكان كل عارف يا كابتن كريم كانت متعتي ايه؟ ايوه كان الموضوع عامل زي سينما علي بابا كده لما تخش تحضر 3 افلام. انا كنت بحضر ماتشين وثلاثه لغايه ما الماتش الاهلي يتلعب. كنت تحب تتفرج على الماتشات في البطوله العربيه؟ كنت بروح اتفرج على ماتشات واخد معايا بقى تربو الشاي وسندوتشات واصحابنا والكلام ده ونروح. كانت متعه جميله يعني. لا احنا مستمتعين بيك تاني والجمهور يرجع تاني يا رب ان شاء الله. والتشجيع حاجه يعني جميله ومحترمه يعني. طب ادينا حته بقى ايه كابتن انوش بقى الفكره ايه يعني مبسوطين احنا قوي الحلقتين اللي احنا شفناهم. واللي جاي جامد بقى يعني كده عشان كلنا قاعدين مستنيين مترقبين. في مفاجآت والله العظيم. ده انا هطلع مش عاوز بس احرق، هطلع بفرقتي انا للدرجه الثانيه واطلع بيها الدرجه الاولى والله ولاعب الزمالك والاهلي والله. طب 100 والله نقعد نتفرج. احنا انا بحبك جدا على فكره. بحبك جدا وبستمتع وانت راجل يعني فنان مجتهد لا وموهوب وفي نفس القصه طبعا. كل حاجه بيديني شخصيه مختلفه يعني ودمه خفيف في الاخر. دمه خفيف. وبعدين يا كابتن كريم تبصني المعلم. الله يخليك يا استاذ بيومي الله يخليك. حاضر الله يخليك. وبعدين متهيالي يا استاذ بيومي من اصعب الحاجات دلوقتي ان انت تضحك الشعب المصري. يعني في ظل المعاناه الشديده وضغوط الحياه
ان انت دلوقتي تضحك حد داخل على السرير ورايح ينام او مهموم، متهيألي بقت صعبة عليكم كمان. بالظبط. الحمد لله رب العالمين، نعمة من ربنا سبحانه وتعالى، ويا رب دايما كده عند حسن ظنكم يا رب ان شاء الله. بالتوفيق يا بيومي، ونورتنا في الاذاعه واستاذ كوره في ام. نشكر الفنان بيومي فؤاد، وهو فعلا شخصيه جميله ولذيذه. قابلته في الحج فلقيته كده عمال يتلفت ويدور، قلت له يا حاج بيومي انت، قال لي انا المدام كانت معايا وبعدين مش عارف كنت مع شركه سياحه وبعدين تاهت، هدور عليها فين دي دلوقتي؟ قلت له انا عارف. طيب خلينا بقى نروح لكابتن سامي الشيشيني ونعمل التوازن. بكره الزمالك